Thank you so much, everyone. It's so wonderful to be back here at the Suleimani Forum, which I've always thought of since it started a decade ago as the home to some of the most interesting conversations in the Middle East. And that's why it's such an honor and a great pleasure to speak to Prime Minister Soudani. Mr. Prime Minister, you mentioned in your address some of the many developments that have taken place in the short time you've been in office. The multi-year budget approved by Cabinet, the climate change initiative, regional initiatives, and those ongoing challenges in bringing armed groups under the rule of law and warding off threats from Iraq's neighbors. So I'd like to ask you about some of those, but first I wanted to ask you a question that acknowledges that we are getting close to the anniversary of the US-led invasion of Iraq and the end of Saddam Hussein's Iraq. And I think one of the very interesting things about you is that unlike most other politicians, senior leaders in Iraq, you never left, you stayed. You stayed during that very devastating period of sanctions under Saddam, during the uprisings, and I'm wondering how that has affected, if it has, your approach to governing Iraq, or even how you view the country. شكرا جزيلا لكم على إدارة هذا اللقاء. بالتأكيد نستذكر المآسي والجرائم والحروب العبثية والحصارات والفقر الذي استشرى بشكل واضح صور مؤلمة طيلة الحقب الزمنية لفترة النظام الدكتاتوري. هذا ينعكس على رؤيتنا لعراق المستقبل، والذي نرى أنه يجب أن يكون عراق مستقر مسالم بعيداً عن الحروب والتدخلات الخارجية، بنفس الوقت بعيداً عن الصراعات. لا نقبل للعراق أن يكون ساحة لتصفية الحسابات. نريد أن نعمل أن يكون العراق ساحة لالتقاء الفرقاء والشراكات الاقتصادية، وهذا ما نعمل وتعمل عليه الحكومة. ولدينا من المقومات التي نعتقد بأنها كفيلة أن تؤسس للعراق أن يكون مرتكزاً للتعاون للشراكات الاقتصادية مع الدول الإقليمية والعالم. بالتأكيد أنا شخصياً ممن عايش فترة النظام السابق وتعرض للظلم حال كثير من العراقيين. هذا دافع لي على المستوى الإنساني والأخلاقي أن لا يتكرر الظلم مع أي عراقي في كل مكان في أرجاء العراق. Thank you. You know, it's often said that the United States and its allies invaded a country that they didn't understand. I'm wondering, is there something, what would it be, that you would like the West to understand better about Iraq now? And also, is Iraq fundamentally the same country as it was in 2003? And are Iraqis the same as they were? الولايات المتحدة ساعدت العراق في عملية التغيير، وانتهينا إلى اتفاقية إطار استراتيجي. العراق ينظر للولايات المتحدة أنها شريك استراتيجي، ومن مصلحة العراق أن يقيم علاقة على كافة الأصعدة وأن نفعل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بمجالاتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، وهذا ما نعمل عليه. ما نريده من الغرب عموماً أن يتفهم الوضع العراقي. نحن هنا نتكلم عن بلد لديه إرث حضاري، لديه اعتزاز بنفسه، يمثل مكونات
وأطياف وأديان، يرتبط بمصالح مع دول المنطقة. هذه النظرة التي يجب أن تكون حاضرة في تفكير الغرب تجاه العراق. لا يمكن أن يصطف العراق في محور ضد الآخر، وإنما قدر العراق أن يكون ساحة للتلاقي، وهو مؤهل لهذا الدور. وأعتقد أن قوة واستقرار العراق هي قوة واستقرار للمنطقة والعالم، وهذه هي النقطة المشتركة التي نجتمع فيها مع الأصدقاء في الغرب. Thank you. You know, the new generation of young Iraqis, including students at this university, they've grown up without the memory of Saddam Hussein, and many of them have also grown up without a sense of stability or security or hope in the future. What is it that you can promise to the young generation that you can do for them? And what reason would you give them not to leave Iraq? واحدة من التحديات التي تواجه الحكومة وتواجه الدولة العراقية هو أننا أمام مجتمع فتي يمثل الشباب النسبة الأكبر، وهذه الشريحة المهمة إذا استثمرت بالشكل الصحيح قطعاً سوف تكون عامل قوة للدولة واستقرارها وازدهارها. كحكومة نعمل على عدة جوانب، لكن الجانب المهم هو في كيفية إيجاد فرص عمل للشباب. في ظل الظروف المالية الحالية ليس من المستطاع أن نغطي هذه الحاجة من فرص العمل من خلال التوظيف الحكومي، لذلك نعمل مع الشباب في برامج عدة، ولعل من أهمها برنامج ريادة الذي أطلقناه مؤخراً، وهو بفلسفة جديدة تذهب إلى طلاب الإعداديات والمعاهد والكليات من خلال تأهيلهم في تأسيس مشاريع خاصة تحظى بتمويل ورعاية مستمرة لتأسيس شركات صغيرة تتطور بالمستقبل إلى متوسطة وإلى كبيرة. هذا من المشاريع الواعدة التي سوف تستقطب جزء كبير من الشباب العراقي المثابر الذي يستحق منا هذه العناية وهذا الاهتمام. So it seems that private sector initiative is really intertwined, I would think, with the issues of corruption and bureaucracy. What do you think you will be able to do on those two issues so that you can encourage a proper private sector? أنا أطلقت على الفساد بالجائحة، ومطلوب مني أن أجد اللقاح لمواجهة هذه الجائحة. الفساد تهديد خطير للدولة العراقية، يهدد كل الخطط والبرامج والسياسات التي ننوي تنفيذها. بدون الوقوف أمام هذه الظاهرة والحد منها بإجراءات مهنية قانونية سليمة لن يكتب لهذه الخطط ولن يكون الطريق سالكاً أمام القطاع الخاص الذي نعول عليه. بدون القطاع الخاص لا نستطيع أن نلبي حاجات المجتمع أو نستوعب هذا الكم الهائل من المطالب والخدمات. الفساد بمعالجاتنا الحالية نستهدف استرداد الأموال من الفاسدين الذين تجاوزوا على المال العام بحكم وجودهم في مواقع رسمية أو غير رسمية واحتالوا على الدولة. هذا تحدي وهذا التزام أمام حكومتي أمام الشعب.
قطعنا خطوات مهمة وأسسنا لهذا المفهوم في مكافحة هذا الظاهرة. أما مسألة القطاع الخاص، بعد مكافحة الفساد يجب أن نكون على استعداد لتهيئة البيئة السليمة الجاذبة للقطاع الخاص، بعيداً عن الروتين، عن التعقيدات، عن آليات العمل المعطلة التي يشكو منها كل القطاع الخاص. أنا أولي اهتمام لهذا الأمر، أتدخل على مستوى المشروع والمستثمر في هذا الموقع أو ذاك، لإيمان المطلق بأهمية هذا القطاع الذي سوف يكون أفضل سند للحكومة في معالجة الأزمات. Thank you. One of the biggest worries that Iraqis mention most is the power of Iran-influenced armed groups that don't follow the rule of law. Can you tell us what do you think you will realistically be able to do to rein them in? And what do you think are the limits of what you can do? هذه واحدة من القضايا الحساسة والتي تواجه مهمتنا في بناء الدولة وسلطة القانون، وقد خضعت لنقاش مع كل الأطراف السياسية والتي لديها أجنحة مسلحة، وخرجنا باتفاق، وأنا ذكرته قبل أن أكلف رسمياً، بأن سلطة الدولة، إنفاذ القانون، المؤسسات الأمنية خيار لا بديل عنه، ونذهب لمعالجة كل المشاكل والمخاوف والقضايا أو المتبنيات التي لدى البعض في مسألة سيادة البلد وفق الأطر الدستورية والقانونية، وخصوصاً ما يتعلق بتواجد القوات الأجنبية التي هي عادة ما تكون سبب لبعض الجهات المسلحة أن تستخدم العنف. خرجنا باتفاق أن هذه الحكومة هي المعنية بإيجاد هذه التفاهم مع المجتمع الدولي لشكل العلاقة المستقبلية، خصوصاً في علاقتنا الأمنية مع قوى التحالف الدولي. الحكومة بأجهزتها المعنية وبشكل مهني هي من تقرر هذه الحاجة والوقت والمجالات لهذا التعاون، وهذا باتفاق سياسي قبل تشكيل الحكومة، ولحد الآن الكل حريص على تنفيذه. That's very interesting, because the Iran-influenced groups have traditionally, some of them, seen the presence of U.S. forces here as an existential threat, a threat to their existence. Do you believe now that, you seem to be saying, do you believe that there is more acceptance among those groups of the continued need for non-combat American and other foreign forces? نعم. هناك مبالغة في الحديث عن التدخل الإيراني في الشأن العراقي، وفي الأحيان يصور أن الدولة العراقية غائبة ليس فيها من المؤسسات أو رجالات الدولة أو الوطنيين الحريصين على استقلالية القرار الوطني. بنفس الوقت لا نجد من الجانب الإيراني تدخل أو وصاية أو فرض لقرار أو توجه. كل ما هنالك لوصف طبيعي لطبيعة هذه العلاقة، إيران دولة جارة، ولدينا من المشتركات السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية التاريخية من مصلحتنا أن تكون العلاقة متميزة بحكم طبيعة العملية السياسية. قبل 2003 وبعد 2003 هناك علاقة إيجابية مع كافة القوى السياسية ومن كل المكونات، كما هي العلاقة السياسية متميزة مع كثير من دول المنطقة، وهذا عامل إيجابي. أما أن يكون التدخل
بالطريقة التي تؤثر على أمن الدولة والتحكم بمؤسساته، فهذا بالتأكيد غير موجود وهو أصلاً غير مقبول. الكل حريص، كل العناوين مهما تباينت التسميات للمجاميع، للفصائل، للجهات السياسية، الكل حريص على استقلالية القرار الوطني العراقي. So one of the challenges you're facing is balancing the demands of those pro-Iranian groups, which helped bring you to power, while improving relations with Sunni Arab states, particularly in the Gulf. Do you have any reason to believe that the recent agreement between Iran and Saudi Arabia, which Iraq apparently played a part in, will that change the dynamic in the region? إذا أمكن تعيدين السؤال، لأن أنا سمعت موازنة مجاميع مسلحة السعودية وإيران. ممكن تفكك لي هذا؟ Yeah. I guess let me try to make the question more simple. There's a recent agreement between Saudi Arabia and Iran. Apparently, Iraq played a role. You're in one of the most complicated positions, right? You've been brought to power with the help of pro-Iran groups, but you also have to balance that you want to improve relations with these Sunni Arab countries. Do you believe this agreement between Iran and Saudi Arabia, will that help? أعتقد قد أجبت عن طبيعة العلاقة بين العراق وإيران. قضية الاتفاق الأخير بين السعودية وإيران بالتأكيد هذا مرحب به وأعلنا بشكل رسمي، والعراق بحكوماته منذ حكومة السيد عادل عبد المهدي وحكومة السيد الكاظمي وحكومتنا استمرنا بمنهج تقريب وجهات النظر بين البلدين وإزالة كل المخاوف وبؤر الاختلاف وعدم التفاهم. دولتين مهمتين في المنطقة، علاقات طيبة قطعاً تنعكس بشكل إيجابي على استقرار المنطقة، تصب بخدمة توجهنا لخلق هذه الشراكات الاقتصادية. موقع العراق الجغرافي مع دول المنطقة، ما موجود من ثروات، من مزايا، من فرص، ممكن أن يؤهل لنوع من التكامل الاقتصادي في المنطقة ينعكس على استقرارها وازدهارها. Okay, wonderful. I think we have time for just two very quick questions. One of them is, you repeatedly mentioned in your remarks the diversity of Iraq and also Iraqi minorities. There have been recent developments that have some of the minorities feeling threatened and feeling like this is becoming a more religiously conservative country and that perhaps there's no room for those minorities. How do you feel about that fear? وجود الأقليات والمكونات الكريمة في العراق ضمن هذا التنوع بتقديري هو عامل قوة، وهم جزء أصيل من المجتمع، لهم إسهامات في بناء الدولة العراقية، وللأسف تعرضوا لأبشع الانتهاكات من قبل داعش الإرهابية. كلنا يستذكر ما حصل في سنجار وضد الأيزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك من اضطهاد من هذه المجاميع الإرهابية، ونجد من الالتزام الشرعي والوطني والأخلاقي أن ننصف هذه المكونات بالرعاية والاهتمام. في حكومتنا تبنينا إنشاء صندوق لدعم المناطق في سنجار وكذلك في سهل نينوى، وخصصنا مبلغ 50 مليار دينار. بالتأكيد المهمة الأكبر المحافظة على حقوق هذه المكونات
وعدم المساس بها وفق مبدأ الديمقراطية، وهو مبدأ دستوري أقر والتزم به كل أبناء الشعب العراقي، وسوف تمارس الحكومة واجباتها بالحفاظ على هذه الحقوق وضمان تمكين هذه الأقليات من ممارسة حقوقها. And just one final question on, let's ask you about climate change. You've unveiled a program about climate change that you touched on briefly in your presentation, and you've said in the past that one of the risks of climate change is not just displacement, food security, it has security implications. What is at stake here? What happens if climate change is not addressed properly, particularly in terms of security? بدءا الحديث عن تهديد المناخ والتغييرات المناخية في العراق ليس حديث ترفي أو كمالي. فعلا هناك تهديد وجودي، كون مجموعة مشاكل تزامنت في وقت واحد. اليوم لدينا شحة في المياه في نهري دجلة والفرات، لدينا زيادة في نسبة التصحر، لدينا مشاكل في معالجة مياه الصرف الصحي، لدينا مساحات للأسف بدأت تقل بشكل كبير، المساحات الخضراء، والمشكلة الأهم هذا الغاز المصاحب لإنتاج النفط والذي يحرق ويسبب الكثير من الانبعاثات انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري. أمام هذه المشاكل والتحديات الخطيرة لابد أن يكون هناك برامج وعمل حثيث من قبل الدولة. بالتأكيد المجتمع الدولي مطالب بمؤسساته منظماته أن يناصر ويساعد العراق في جهوده لمواجهة ومعالجة هذه التحديات. في الأسبوع الماضي كان لدينا مؤتمر هو الأول في البصرة، وضم مجموعة من المختصين والباحثين والسفراء بعثة الأمم المتحدة في بغداد، ومن المؤمل أن نعقد في نفس هذا العام مؤتمر دولي يضم الدول الإقليمية لمواجهة هذه الظاهرة. Wonderful. Prime Minister Soudani, thank you so much for speaking with us. It's been wonderful having you. Thank you, everyone.